اليوم نعلن لكم عن استرداد جزء من الأموال المسروقة، سرقة الأمانات الضريبية. الحمد لله، وبجهود المخلصين من القضاة والأجهزة الأمنية والمعنيين من المسؤولين، وبمتابعة من الأخ السيد رئيس مجلس القضاء ومتابعة شخصية من قبلنا، تمكنت هذه الجهات المختصة من استرداد الوجبة الأولى والبالغة 182 مليار و678 مليون و344 ألف دينار عراقي. منذ بدء هذه السرقة الفاضحة بدأت الجهات التحقيقية أعمالها من خلال محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، وبعد سلسلة من الإجراءات والتحقيقات شكلت لجان تحقيقية مؤلفة من محققين ومدققين من هيئة النزاهة ومن مجلس القضاء الأعلى وعضوية موظفين من مصرف الرافدين والهيئة العامة للضرائب ووزارة المالية، بهدف تدقيق معاملات الصرف للصكوك التي بموجبها تم صرف الأمانات الضريبية والجمركية. ومن خلال هذا التحقيق تم تأشير المخالفات بخصوصها والمقصرين بتسهيل الاستيلاء على هذه الأموال. هناك من ساهم وساعد شركات وأسماء ساعدوهم في الاستيلاء على هذه الأموال، جهات في داخل الهيئة العامة للضرائب ومؤسسات للأسف رقابية وجهات مسؤولة أخرى سوف يعلن عنها بعد إكمال التحقيقات، ولن نستثني أي أحد، أي اسم لأي جهة أيا كانت، سوف يعلن عن هذه الجهات المتورطة بعد إكمال التحقيق. النتيجة اللي توصلوا لها اللجان التحقيقية، تم صرف صكوك عدد 114 صك للمتهم نور زهير جاسم مالك شركتي القانت والمبدعون، وبمبلغ إجمالي هاي 114 صك تريليون و618 مليار و370 مليون و882 ألف دينار عراقي. يعني هذا واحدة أبو القانت والمبدعون نور الزهير اللي كان أبو فاطمة صرف صكوك 114 صك هذا المبلغ، اعترف وأقر بهذا المبلغ. الثاني صرفت صكوك عدد 37 صك بمبلغ إجمالي قدره 624 مليار دينار، 624 مليار دينار لشركة بادية المساء، مديرها المفوض عبد المهدي توفيق المهدي، ومالكها المتهم الهارب عبد الرحمن محمد إبراهيم. 3 صرفت صكوك عدد 66 صك بمبلغ إجمالي 982
مليار دينار، 982 مليار دينار عراقي لشركة الحوت الأحدب، مديرها المفوض المتهم الهارب عبد المهدي توفيق مهدي، ومالكها المتهم الهارب قاسم محمد. 4. صرفت صكوك عدد 45 صك بمبلغ إجمالي قدره 607 مليار دينار، 607 مليار دينار عراقي لشركة رياح بغداد، مديرها المفوض عبد المهدي توفيق المهدي، ومالكها المتهم الهارب حسين كاوة عبد القادر. طبعا هذا حسين كاوة تم إلقاء القبض عليه في إقليم كردستان، وحاليا الإجراءات مستمرة لغرض تسليمه إلى بغداد. هذه 4 أرقام مجموعها 3 تريليون و754 مليار و642 مليون و664 ألف دينار عراقي، وفق الاعترافات أو لجنة التدقيق الأولية. طبعا هنا سبق وأن اتخذ مجلس الوزراء قرار بالتعاقد مع شركة تدقيق عالمية. هذا عمل ثاني لزيادة الاطمئنان حتى نعرف مقدار المبالغ المسروقة. هذه الأموال اللي نشوفها أمامنا مثل ما ذكرت هي جزء، يعني المكان ما يتسع، وقسم من عدها موجودة في البنك المركزي في مصارف. هي جزء من مبلغ اللي استلمناه الآن عند المصرف الرافدين والبنك المركزي، 182 مليار و678 مليون و344 ألف دينار. هذه خاصة بالاسم الأول اللي هو نور زهير جاسم، مالك شركتي القانت والمبدعون. هذا المتهم اعترف أنه أخذ تريليون و618، الآن سلم 182 مليار وكسور. وهذه الدفعة الأولى. تم الاتفاق بين محكمة التحقيق الكرخ الثانية مع هذا المتهم نور زهير على جدولة لاسترداد كامل المبلغ اللي هو تريليون 673 مليون دينار. حتى يسلم كل المبلغ سيصدر القاضي المختص أمر بإطلاق سراحة بكفالة. طبعا الكفالة هي المصفى العائد لهذا المتهم مع حجز أموال المنقولة وغير المنقولة، وعدم التصرف بها إلا بعلم القضاء، بما يضمن سداد المبلغ المترتب بذمته وفق جدول زمني خلال 2 أسبوع. هذه التسوية أو الاتفاق بين المحكمة والمتهم تسوية مكتوبة، يطلع بكفالة حتى يسهل من عملية استرداد المبالغ، طبعا وبضمانة الأجهزة الأمنية اللي راح تتابع وتطمئن من عدم هروبه. حسب الاعتراف والتسوية هو يريد يسدد المبلغ. القسم الأكبر من هذا المبلغ عقارات، وهذا بالذات المتهم في وقتها عندما كانت تتجمع المعلومات عن السرقة هو من المميزين في شراء عقارات مهمة في مناطق مهمة في بغداد، فحتى يتمكن من بيعها واسترداد المبلغ وتسليمه إلى المصارف والجهات الرسمية، اقتضى أن تكون هكذا تسوية كفالة ومع مراقبة
ومتابعة من الأجهزة الأمنية لحين إكمال هذا المبلغ، ومن ثم ينظر بأمره أمام القضاء اللي هو صاحب القرار. فهذا المبلغ جزء من التريليون و600 اعترف فيه المتهم وتعهد وفق التسوية المكتوبة بتسديد كامل المبلغ، علما أن هذا المتهم لديه أملاك كثيرة تفوق هذا المبلغ التريليون و600، وبالتالي القضاء وفق التسوية ووفق الاتفاق اللي حصل المكتوب إن شاء الله راح نتمكن من استعادة هذا المبلغ تريليون و600. عندنا المتهم الآخر اللي موجود حاليا في كردستان، ومثل ما ذكرت إجراءاته مستمرة، إجراءات نقله إلى بغداد، متهم بسرقة 607. الاتهام هنا مو اعتراف، هنا صكوك، احنا نتكلم عن صكوك باسم شركة، يعني ما بيها مجال للإنكار أو أنه هذا اتهام باطل. الصكوك طالعة باسم هذه الشركة، يعني نور زهير عنده شركتين، القانت والمبدعون، عنده 114 صك، مجموع مبالغهن تريليون و600، فما يقدر ينكر. حسين كاوة عبد القادر عنده 45 صك، مجموع مبالغهم 607 مليار دينار، فما بيها مجال للإنكار، يسلم الأموال ويبقى الإجراء عند القضاء. هنا ندعو المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض في هذه القضية إلى تسليم أنفسهم وتسليم المبالغ المسروقة، وسنعمل مع القضاء على مساعدتهم بالإجراءات القضائية وفق ما يسمح به القانون. وهذه الدعوة بصراحة دعوة عامة لكل المطلوبين بالمال العام للدولة. أنا سبق وأن تكلمت في معرض استراتيجية هذه الحكومة في مكافحة الفساد الإداري والمالي. يعني اليوم من نقول أكو 3 تريليون و700 مليار، 754 مليار، نعم مهم جدا أن نلقي القبض على السراق واللي ساعدوا هؤلاء على سرقة الأموال، لكن الأهم هو استرداد المبلغ. وإلا احنا شنو اللي يعنينا أنه سين أو صاد موجود بالسجن و3 تريليون و754 مليار هي خارج خزينة الدولة أو خارج استحقاقات بعض الشركات والمقاولين اللي عندهم أمانات ضريبية، ويجوز راح يطالبون وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والجمارك يقولون لهم تعالوا سددوا لنا الأمانات اللي كانت موجودة، بعدين فوق هذا المبلغ راح نسدد من خزينة الدولة. فالجزء اللي أكدت عليه أو القضية اللي أنا متابعها ومهتم بها في مسألة مكافحة الفساد الإداري والمالي هي استرداد المبالغ. هذه أولوية بالنسبة للحكومة في مسألة مكافحة الفساد الإداري والمالي. سنتابع أي متهم داخل أو خارج العراق في أي مكان في أي بقعة، ونسترد المبلغ ونسترد المطلوبين. معيار علاقتنا مع كل دول المنطقة والعالم هو في مدى الاستجابة والتعاون معنا في استرداد أموال الشعب المسروقة. هذا هدف لن نحيد، وعهد منا أمام أبناء شعبنا حتى يكون فعلا هناك متابعة حقيقية وجادة في مسألة مكافحة الفساد الإداري والمالي. جزء أحد يسأل يقول ليش اليوم الأموال معروضة بهذه الطريقة والكيفية وهي جزء من الأموال؟ نعرف كل زين أنه منسوب الثقة منخفض جدا في إجراءات الدولة والهيئات المعنية بمكافحة الفساد الإداري والمالي. يعني لو ننزل خبر ونقول تم استرداد المبلغ كذا بكتابنا المرقم، جزء الناس في هذه الأجواء من عدم الجدية في مكافحة الفساد الإداري والمالي يكون القضية مو واضحة. لكن حبينا أنه نعرض أمامكم هذه الأموال
وبعد قليل راح أدعو مدير عام مصرف الرافدين يجي يوقف هنا أمامكم ويتكلم، يقول أنا استلمت هذا المبلغ بهذا الكشف، ومثل ما ذكرت هذه الوجبة الأولى. هناك جدولة زمنية إن شاء الله خلال أسبوعين نسترد كامل المبلغ من متهم واحد اللي هو اعترف ب1,618,000,000. بنفس الوقت إجراءاتنا مستمرة بحق الذين سهلوا من عملية السرقة. اللي مكن هذه الشركات من السيطرة على هذه الأموال وبالتأكيد مدراء، موظفين، مسؤولين، غطاء سياسي، غطاء أمني، أيا كان، أي اسم يرد في التحقيقات ويتم إثبات تورطه أيا كان سوف يتم إلقاء القبض عليه. حاليا عندنا مدير عام الهيئة العامة للضرائب، معاون المدير العام، مدير قسم التدقيق، مجموعة من الموظفين المكفلين، والتحقيق مستمر مع بعض المسؤولين الذين سهلوا بإعطاء موافقات وكتب من هيئات رسمية ومؤسسات رسمية. الكل سوف يطاله القانون والمحاسبة في هذا التجاوز الفاضح على المال العام. دكتور علي كريم مدير عام مصرف رافدين، تفضل هنا واذكر أمام الرأي العام أنك استلمت هذا المبلغ الدفعة الأولى. السلام عليكم. وعليكم السلام. تم استلام المبالغ الواردة في أدناه في الكشف التفصيلي أدناه اليوم بتاريخ 27/11/2022 بمبلغ إجمالي مقداره 182,678,344,000. هذه المبالغ وزعت على النحو التالي: مبالغ تم احتجازها من قبل البنك المركزي في أحد المصارف لحسابات المدعو نور زهير بمبلغ 67,963,331,000. مبالغ تم احتجازها وتحويلها، طبعا تم احتجازها من قبل البنك المركزي العراقي وتحويلها الى مصرف الرافدين الفرع الرئيسي. مبلغ 5 مليار في احدى شركات العاصمه للصرافه. المبلغ اللي تم استلامه نقدا من خلال امر ضبط قضائي 39 مليون دولار و300,000، بالاضافه الى 16 مليار و900 مليون، بالإضافة إلى المبالغ اللي تم احتجازها من قبل فروعنا قبل أن يتم سحبها من قبل شركة المبدعون والقانت في فرعنا مصرف الحي العربي بمبلغ 1,169,988,000، وكذلك فرعنا في مصرف الوزيرية أيضا لشركة القانت 747,000,025، بالإضافة إلى مبالغ محتجزة لدى البنك المركزي العراقي بمبلغ 32,493,000,000. يكون المجموع الإجمالي 182,678,344,000. هذا المبلغ الآن في حسابك؟ في حساباتنا، جزء في شكل نقدي وجزء في حساباتنا المفتوحة لدى البنك المركزي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم.